عشاق المنتخب الأرجنتيني أوفوا بوعدهم وملأوا ملعب الحلوى الصغيرة لا بومبونيرا عن آخره لمناصرة ميسي وزملائه في مواجهتهم أمام بيرو، وكل الأمل كان حصد النقاط الثلاث. هجمات عدة شنها أهل الدار، لكن تألق الحارس البيروفي أفشل جميعها دون استثناء. اللاعبون مخلصون بأدائهم، وهم بحاجة ماسة لتعديل المسار وخلق فرص على أرض الملعب تتوج بأهداف. في هذه المباراة لم يقصروا في مهامهم واستحقوا أن يفوزوا بكل تأكيد. إذا قدموا ذات الأداء في مواجهة الإكوادور القادمة ستكلل جهودهم بالانتصار. منتخب بيرو من جهته خرج بتعادل ثمين ضمن له فرصة التأهل للمونديال لأول مرة منذ 35 عاما. خطة مدربه الأرجنتيني غاريكا اعتمدت على الصبر واستغلال الهجمات العكسية على قدر المستطاع لإحداث الفارق. نقترب الآن من التأهل ونعتمد على أنفسنا لتحديد مصيرنا. في الوقت ذاته لم نضمن أي شيء حتى الآن، وعلينا مواجهة منتخب كولومبيا الذي هو أيضا بحاجة للنقاط الثلاث للتأهل. في الجولة الأخيرة يمكن أن تنقلب الأمور جميعها رأسا على عقب. بهذه النتيجة تراجع الأرجنتين إلى المركز السادس في جدول الترتيب، وأمسى خارج مونديال روسيا بشكل مؤقت، لكن اللاعبين يعولون على الجولة 18 والأخيرة من التصفيات لرد اعتبارهم أمام 40 مليون أرجنتيني يخشون أن يشاهدوا المونديال عبر الشاشات فقط العام القادم.